يا بني وأنت يا بنيتي ما عندكم أمنيات؟ أنا أريد زوجة، وظيفة، سيارة، مال، فرحة، سعادة. هذه ليست عند أمك ولا أبيك. ولو كان والدك أغنى الخلق، ولو كان والدك أعلى إنسان ممن وهب الجاه والمال، والله أمنياتك لا يحققها مخلوق، أمنياتك يحققها الخالق. يا بني أخبرك عن وقت في اليوم لا يتغير هذا الموعد ولا يتبدل، وكل يوم وكل ليلة، والله لو قمت فيه لن تجد هذا الموعد يتبدل. يقينا بجلاله أقسم أنه يسمعك ويناجيك، وأنه يسمعك ويرد عليك. إنه الثلث الأخير من الليل، فلماذا تنام عنه؟ اجعل أمنياتك في سجدة، واسكب على الأمنيات دمعة، وقل يا حيث لا تدري. الأمنيات بيده، فلماذا لا تسأله؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ وقد يعطيك يا بني ويشقيك، لكن إذا وصلت واتصلت به فإنك تعطى لتسعد. يا بني كم تستطيع أن تستغني عن الله؟ مرة، يوما، بعض يوم؟ والله لا تستغني عن الله طرفة عين. إذا كنت لا تستغني عن الله، إذا لماذا لا تصلي؟ لماذا لا تقف بين يديه؟ لماذا لا تفسر اعتلال حياتك وتعذر رزقك والضيق الذي يسكنك وتلوم أصحابك وطلاقك لامرأتك وعدم بركة مرتبك؟ لماذا لا تقول بسبب الصلاة؟ والله إن كثيرا من أسباب تلوم الحياة الصلاة التي ما أقمناها. أجمل خبر أسمعه عندما نبحث عنك في البيت فلا نجدك. أين فلان؟ دخل غرفته ولا ندري ماذا يعمل. فلما فتحت عليك الباب إذا أنت في ظلمة الغرفة تناجي الله، قد شخصت أقدامك وعينك بين يدي الله. أين فلان؟ في المسجد يذكر الله، في يوم الجمعة من العصر إلى المغرب يدعو. إنه النجاح كله والسعادة كلها. يا بني من صفات عباد الله أنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، أي أن الليل كله يصلونه، فكانوا قليلا ينامون. وأنا وأنت وأعترف بذلك، قليلا ما نقوم لا قليلا ما نهجع. لماذا لا تقلب المعادلة فتجعل الليل الذي تسهره أوله في مباحات أو محرمات اجعله نوما ثم اخلو بربك لتستقيم حياتك، حتى يحقق الأماني لك، حتى يحبك مولاك. أقم الصلاة يا بني، لأن من لم يقم الصلاة فهو لا يحب الله. كيف يدعي حبه وهو لا يتصل به؟ صل حتى ينزاح الهم منك. صل يا بني، فإن حبيبك عليه السلام إذا حزبه أمر هرع وفزع إلى الصلاة. صل حتى تكون متهيئا للقاء ربك. صل لأن الله يحبك، ودليل على أنه يحبك أن هداك للوقوف بين يديه. لا إله إلا الله.